حصلت، في بنات اغتصبت، في حاجات كثير ما تقدر انك تتخيلها. الساعة 3 الفجر اجوا شحطوني وغطوا على عيوني ودخلوني غرفة، قالوا لي تكلمي من يوم خلقتي. انا بطني نظيفة، انا اتكلم طبيعي، بس كانوا مغطين عيوني، كان في ناس ما يشتونيش اشوفهم. فهو بيقول لي افتحي تلفونك، فانا بس شلت اني اشتي افتح التلفون، فهو قال لي لا تشيلي عن عيونك وكذا. لما قال لي افتحي التلفون انا بس عملت كذا شيء افتح التلفون، هم على طول عمروا الاوالي والذي غطى وجهه بالحيط يعني ليش عمروا الاوالي؟ من هذول الشخصيات اللي ما يشتونيش اشوفها منهم. بعدين قالوا لنا شوفوا اشتغلوا معنا، وقع بالسياسيين، نصاحبهم، نمارس معاهم اشياء مش تمام ونصورهم. بالمقابل هم بيعطونا الحماية، بيعطونا مبالغ، عرضوا مبالغ ما تتخيلهاش انت. لما صحنا وقلنا يعني كيف انتوا بتقولوا انه احنا مثلا بنات مش تمام، فكيف لما نمارس هذا الشيء ونعمل هذا الشيء حلال؟ قالوا لا، الخدمة الوطن حلال. اغلب البنات اللي هناك كانوا ينضربوا، ما فيش بنت الا وانضربت، الا وتسحب بشعرها بكل مكان لمجرد انك مثلا ترفض تسمع محاضرات السيد. هذا شيء مقدس، لا تاكل، لا تصلي، لا تعمل شيء، بس اسمع السيد ايش يقول. احنا تحت يدهم ايش نعمل؟ كنا نجلس نسمع، بالنهاية بننضرب، بيمنعونا نشوف اهالينا. بس بعدين تجي تمر على واحدة واحدة، ايش النقاط اللي قالها؟ عدديهم، سرديهم. ما قلتيش ادخلي الزنزانة الانفرادي. انا بقول لك اول كيف انا خرجت من السجن، انا مرضت، ولانه قضيتنا مسلط عليها الاضواء وبالاعلام، فلو حصل حاجة هذه كارثة على رؤوسهم بتكون. فخرجت انا بضمانة تجارية للعلاج، ممنوعة من السفر، ممنوعة تحت مراقبتهم تحت. فخرجت انه للعلاج. المرض هذا كأنه اجى من الله، انه عشان يخرجني من هذاك المكان. فعلا خرجت انا واهلي، وما كناش مخططين نجلس ابدا في صنعاء، لانه عارفين انه بيرجعوني، لانه الان كانت هذيك الفتره كانت ما زال نتحاكم بالاستئناف واجراءات وكذا، وممكن انهم يرجعوني. فعشان هكذا بليله وضحاها هربت لعدن انا واهلي، طبعا منقبين ومغطاين ببطائق مش بطائقنا. طبعا الطريق من صنعاء الى عدن في شرطيات، البطايق يفتشوا النسوان سبحان الله كيف عدت على خير، سبحان الله. بس وصلنا عدن، طبعا طول الطريق وانا كنت حاطه يدي على قلبي بكل نقطه تفتيش، وانا اقول الان بياخذوا، عندي فوبيا، انا خلاص خايفه، خلاص معشعش هنا انه عسكر ضباط، خلاص فوبيا اصبحت. وصلنا عدن، وهنا قدرت ان انا نفس. في عدن حسيت انا بالامان، صح ان ما زال عندي الخوف بس انا حسيت بالامان، هذه حكومة ثانية. قدرت اعيش انا واهلي، استجمع قوايا وهذا كله. بعدين سافرت عمان، انتصار من فترة لفترة لحد الان تتعرض للتعذيب، بتنضرب. القمع ما زال يعني يمارس عليها، ومش بس عليها، على كثير سجينات. وانا ما كنت اول ناجية، وان شاء الله مش اخر ناجية، ان شاء الله يخرجين كل البنات. لكن انا كنت قوي مترددة ان انا اطلع اتكلم، كان عندي مخاوف. لكن ممكن لو تتشكل الصورة للعالم عن الذي بيحصل في سجون الحوثي، ممكن انه يكون فارق بالنسبة للسجينات، بالنسبة للمعتقلات اليمنيات قسرا، للذي بيتعذبين، لحالات الانتحار الذي بتحصل والاعلام مش داري عنها.
لما أسمع كلمة الحوثي أتذكر كل امرأة يمنية معتقلة، أتذكر حالات التعذيب والاغتصابات والتحرش وكل شيء بيحصل للمرأة اليمنية وكيف بيقمعها الحوثي وجماعته. أنا لحد الآن أقسم بالله العظيم والذي جمعنا على هذه الطاولة إننا كل ليلة أكوبس وأحلم إننا بهذاك المكان، كل ليلة ما يمر علي يوم أنا مهانئة. ما قدرت أكمل حياتي طبيعي، ما قدرت أخرج للمجتمع. انقذوا المرأة اليمنية وانقذوا انتصار الحمادي، انقذوا النساء المعتقلات في سجون الحوثي. مش بس النساء، حتى كمان في رجال. الحوثي هو وجه الإرهاب الآخر، هو بيمارس الإرهاب بوجه آخر. أنا متأكدة وعلى يقين بأنه أي شخص من الحوثيين ارتكب جريمة بحق المرأة اليمنية أو بحق أي مواطن يمني بياخذ عقابه وبيلقى مصيره. رسالتي للمرأة اليمنية: كونين قوية، تتكلمين، لا تخافنش، افضحين جرائم الحوثي فيكن، افضحين كل شيء تعرضتن له. رسالتي خصيصا للناجيات اللي لحد الآن ما تكلموش أي حاجة، ممكن إنهن حصل لهن حاجات أكثر مني. تكلمين ولا تخافنش. إن شاء الله مستقبل اليمن بيكون يمن سعيد مليء بالحريات، يمن بلا حوثي. اليمن أنا أحبها من قلبي، بلادي برجع لها. أنا فارقتها وأنا أبكي، برجع بس لما يكون ما فيش حوثي إن شاء الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.